خليني يكون واضح معكم من البداية. أنا بحياتي ما حكيت عن شخص إنه هو نصاب. فالنصاب بتعريفي وبوجهة نظري الخاص الشخص اللي ياخد منك مصاري مقابل خدمة لكن ما يعطيك الخدمة، مثلا يهرب أو يختفي بدون ما يعطيك الخدمة أو المنتج. لذلك أنا أبدا ما أشوف إنه أديب واعظ أو دورته من الصفر إلى المية هي كلها نصب بنصب، لأنه هو فعليا يقدم لك الخدمة مقابل المبلغ اللي أنت تدفعه. لكن السؤال الأهم هو، هل هاي الخدمة تستاهل المبلغ اللي انت راح تدفعه؟ لذلك انا رحت وشفت الدورة من خلال صاحبي هو اشتراها، وانا رحت وشفت الدورة معاه، وجايب هذا الفيديو اقيم هاي الدورة واتكلم عن تجربتي الخاصة من هاي الدورة وهل استفدت اي شيء من هاي الدورة. لذلك عزيزي المشاهد ما تنسى اللايك والاشتراك بهاي القناة ومساعدتنا للوصول لأكبر عدد من الناس. طبعا تبدأ القصة انه صاحبي يتكلم معي وقال لي انه هو اشترى دورة اديب واعظ واللي هي من الصفر الى المية، وقال تعال خلنا نشوف هاي الدورة مع بعض. طبعا في مرة انا فكرت انه ادخل هاي الدورة يعني قبل سنة تقريبا، لكن المبلغ كان غالي جدا وقلت ما راح ادخل هاي الدورة، لانه المبلغ على ما اعتقد هو $1000 لكل مرحلة او $100 شهريا. وطبعا اذا انا اجيت وقيمت اي دورة دخلت لها لازم اقيمها على 3 ابواب او 3 مراحل. الباب الاول الا وهو السعر، ثم المحتوى، ايش محتوى هاي الدورة، ثالث شي واهم شي الاستفادة اللي انا طلعت منها من هاي الدورة، ايش استفدت من الدورة، مثلا ايش هي المعلومات الجديدة اللي انا تعلمتها. وصدقني عزيزي المشاهد انه انا لما دخلت الدورة يعني خلص انا برمجت راسي انه انا ما اعرف اي شيء عن البزنس. دخلت وراسي يعني خلاص صفر معلومات عن البزنس، داخل عليها وراح اشوف ايش اتعلم من الصفر، لأن الدورة تسمى من الصفر إلى المية. طبعا راح نقيم السعر والمحتوى والاستفادة من 10، وبعدها راح نعطي يعني تقييم شامل للدورة. طبعا نجي الآن عند السعر ألا وهو أعتقد على ما أظن $1000 أو $100 شهريا. طبعا إذا أنت بدك تقارن سعر دورة من الصفر إلى المية يعني تقارنها بدورات تانية، فأنا هون هو الشخص المناسب وهذا هو الفيديو المناسب، لأنه أنا دخلت دورات يعني بالهبل، دخلت أكثر من 10 دورات منها العربية ومنها الإنجليزية، وحتى يعني أنا مخطط أدخل دورات أكثر، لكن سعر هاي الدورة هو أغلى دورة مرت علي إلى الآن. فإذا مثلا أنت رحت للمية شهريا هاي $1200 في السنة. وراح ادخل بعدها على المحتوى واقول لك هل فعلا هذا المحتوى وهاي الاستفادة اللي انا طلعت منها تستاهل هذا المبلغ. لانه انا شفت بالانترنت انه في 12 مرحلة للدورة وكل مرحلة $1000، يعني هاي $12,000. وعزيزي المشاهد اذا انت معك هذا المبلغ روح افتح لك مشروع، صدقني راح تنجح فيه اكتر من دخولك للدورة. روح افتح مشروع وادخل لك دورة ارخص بكتير تعلمك اساسيات البزنس وصدقني راح تنجح. وحتى إذا الدورة كانت $1000 صدقني هاي الدورة غالية جدا وما تستاهل أبدا المبلغ اللي انت رح تدفعه. وهو 3 مراحل كانت عن المسار المالي وعن العقلية بين العقلية الفقير وعقلية الغني، وأنا شاهدت هاي المراحل وفعليا هي أي دورة أنا دخلت لها نفس الكلام ونفس الأشياء اللي تنقال، إنه الفقير عنده عقلية والغني عنده عقلية المال. وفعليا كل الدورات اللي أنا دخلت لها قالوا نفس الكلام. لو كانت دورة $200 أو $500 أو $1000 مثل تبع عزيز واعظ هو نفس الكلام عن العقلية ينقال. لذلك سعر $1000 أو $100 شهريا سعر عالي جدا، وتقييمي من 10 هو فعليا 3/10. الآن نجي عند المحتوى. أنت دفعت $1000 أو $100 شهريا، طيب هل المحتوى يستاهل هذا المبلغ؟ وأنا مثل ما قلت أنا أبدا ما أقول عن شخص عنده خدمة ويقدم هاي الخدمة إنه نصاب، لأنه عم يقدم الخدمة عزيزي المشاهد، لكن هل المحتوى في هاي الدورة بهاي الخدمة تستاهل المبلغ المدفوع؟ هذا هو سؤال تاني وكلام تاني عزيزي المشاهد. ومثل ما قلت أول 3 مراحل بهاي الدورة كانت عن العقلية وكيف تكون عقليتك سليمة وعقلية شخص غني، وفعليا الأستاذ واعظ يعني أعاد كل كلامه اللي في اليوتيوب. فإذا أنت بدك تعرف كلامه عن العقلية السليمة روح شاهد فيديوهاته على اليوتيوب، هي نفس الكلام لكن بصيغة مثلا أفضل
لكن هو تقريبا نفس الكلام. عقلية الغني كلنا نعرف انها مختلفة جدا عن عقلية الفقير، لكن اللي انا ما احبه هو الاسلوب التهجمي على الشخص اللي عنده عقلية الفقير. فمثلا لما تقول انا عملت هيك وانا عملت هيك بينما انت ما تعمل شيء، هذا غلط. من بدل ما تقول له روح اعمل هيك بهاي الطريقة، كيف تسوي هيك، اعمل هيك اعمل هيك لتوصل لعقلية سليمة، فالاسلوب هو تهجمي اكثر ما هو تعليمي. هو نفس كلام اليوتيوب عزيزي المشاهد، طريقة تهجمية على الشخص الفقير وتذنيب الشخص الفقير انه ما وصل للنجاح الى الان، وطبعا هذا مرفوض جدا جدا. وعزيزي المشاهد، اذا انت بدك عقلية سليمة بعقلية الشخص الغني، هذا هو الحل. كتاب الاب الغني والاب الفقير عنده نسخة بالعربي فعليا $10. $10 تشتريه، يعني أقل 1000 مرة من سعر دورة من 0 إلى 100. أو كتاب The Psychology of Money. هالكتابين رح تعلمك العقلية السليمة يعني بأبهى صورة، وبأفضل من دورات عالمية هذا الكتاب رح يعلمك. طيب، خلصنا من مرحلة العقلية السليمة، ندخل في مرحلة البزنس وتعلم البزنس والتسويق والمبيعات والإنتاجية والإدارة. إيش المحتوى اللي كان موجود؟ طبعا للأسف أنا ما فيني حط لا صورة ولا فيديو ولا يعني أي شيء من الدورة مشان الحقوق، لكن محتوى تعليم البزنس والتسويق والمبيعات في هاي الدورة هو تقريبا مثل المدرسة. يعطيك مثلا شيء يقول لك روح اتعلم اكثر برا المدرسة. فمثلا انا اقول لك لازم تكتب اعلان احترافي، طيب لازم تروح تحدد جمهورك المستهدف، تعمل لك اعلان احترافي. من بدل ما اعلمك الاعلان الاحترافي اقول لك روح ودور اكثر بالانترنت كيف تكتب الاعلان الاحترافي. ولا تنسى عزيزي المشاهد انك انت دفعت $1000 او $100 شهريا حتى يجي يقول لك روح اتعلم اكثر برا الدورة. فهون المحتوى يعني بيسك، محتوى جدا سطحي، محتوى ابدا ما يليق بدورة سعرها $1000. لانه ببساطة هيك راح يقول لك انت بدك تحدد الجمهور. طيب انا كيف راح احدد الجمهور؟ روح ابحث اكثر بالانترنت. لازم تكتب اعلان احترافي. طيب شلون اعمل الاعلان الاحترافي؟ روح دور اكثر واكثر. فالدورة سطحية جدا جدا عزيزي المشاهد، ما راح تعلمك كيف تعمل الاعلان او كيف تعمل اعلان على الفيسبوك او السناب شات، ما راح تعلمك كيف تعمل متجرك، ما راح تعلمك كيف تعمل مؤثرين، ما راح تعلمك كتير اشياء عن البزنس والتسويق والمبيعات والانتاجية. يعني انا كنت مصدوم صراحة يعني بالمستوى السطحي لهاي الدورة. واذا في ناس يعني دخلت الدورة وما يعجبها كلامي ومفكرين انه كلامي غلط، انه الدورة فيها يعني معلومات بالهبل، أنا دخلت أكثر من 14 دورة إلى الآن خلال 3 سنين. صدقني إنه معلومات اللي بهاي الدورة سطحية جدا جدا مقارنة بدورات تانية أنا دخلت لها. ودورة عالمية مثل دورة أندرو تيت مثلا العالم الواقعي هي فعليا $50 في الشهر. ليش دورة من 0 إلى 100 $100 شهريا؟ صراحة أنا ما أعرف. لذلك المحتوى سطحي، المحتوى مكرر من دورات تانية أنا دخلت لها. فعليا الكلام نفسه عن العقلية وعن عقلية الغني وعقلية الفقير. معلومات سطحية عن التسويق، عن البزنس، يقول لك روح ابحث أكثر في مصادر تانية خارج الدورة، مع إنه هاي الدورة هي الملزمة إنها تعلمك كيف تعمل كل هاي الأشياء. لذلك تقييمي لمحتوى هاي الدورة من 0 إلى 100 هو 4/10. والآن نجي نتكلم عن الاستفادة اللي خرجت منها، يعني كشخص ما يعرف ايش يعني البزنس. حاولت طبعا، ولأكون صريح أنا فعليا استفدت بشكل سطحي. مثل ما قلت المحتوى سطحي فالاستفادة السطحية، لكن أعتقد أنه بسبب عندي معلومات عن البزنس والتسويق والإنتاجية وكل هاي الأشياء، فتقييمي أكيد راح يكون خافض، راح يكون منخفض بالنسبة لأشخاص فعليا ما عندهم أي معلومات عن البزنس. فإذا أنا مثلا دخلت هاي الدورة قبل 3 سنين مثلا، فيمكن تقييمي يكون أعلى شوي، لكن أنا عارف هاي المعلومات، لذلك تقييمي راح يكون منخفض أكتر. والاستفادة اللي طلعت منها فعليا هي استفادة مثلا تعريفات، عرف لي البزنس، عرف لي التسويق،
كيف أعمل تسويق بشكل سطحي جدا، كيف أوصل المنتجات أو الخدمات للناس. هو فعليا أصلا ما قال إنه أنت لازم تروح تتعاقد مع شركة في بلدك أو في منطقتك، فمعلومات جدا جدا كانت سطحية، لذلك الاستفادة سطحية جدا. تقييمي للاستفادة من هاي الدورة هو فعليا 4/10. أنا دخلت دورات مجانية أبو $50، أبو $100، أبو 200، أبو 1200 تبع عمار عمر تبع أسرار عالم البزنس الإلكتروني. دخلت دورات إنجليزية عربية. أبدا أبدا هاي الدورة كانت أغلى دورات بمحتوى سطحي باستفادة سطحية، لذلك الدورة غالية جدا وأبدا ما أنصح فيها. إذا أنت بدك عقلية سليمة روح اشتري كتب عن العقلية السليمة. إذا أنت بدك تسويق روح ادخل دورات أرخص بكتير عن التسويق، في مصادر رخيصة أكتر بكتير من هاي الدورة. الدورة غالية بمحتوى سطحي واستفادة سطحية، لذلك تقييم الشامل لهاي الدورة هو 4/10. اتمنى انه هذا الفيديو عجبك. انا ما دخلت الدورة من مالي، بس شفته من مال صاحبي، هو اللي اشترى هاي الدورة وانا شفت الدورة. هو كان مبسوط بالدورة لانه ما كان يعرف اي شيء عن البزنس، لكن انا خبرته انه هاي الدورة فعليا ما تستاهل هاي المبلغ والغي اشتراكك. انا اعطيته كم كتاب من هاي الكتب ليقراهم عن التسويق والتجارة وعن البزنس وعن العقلية السليمة، وصدقني راح يستفيد 100 مرة أكثر من هاي الدورة من 0 إلى 100. وبالأخير أنا آسف جدا إذا أسلوبي كان تهجمي أكثر ما هو يعني تقييمي، لكن فعليا كنت مصدوم من محتوى هاي الدورة، وجاني يعني إحباط لأنه كنت يعني متحمس للدورة. ما كنت متصور إنه معلومات سطحية أبدا. لكن الآن شكرا كتير للمشاهدة، ونشوفكم إن شاء الله بالفيديو الجاي. سلام.